الكلمة الآن للأسوسياسيون كولتوريل كورد دو جنيف. تفضلوا لكم الكلمة. إن المبادئ التي نجتمع من أجلها في قلب هذه القاعة تتلخص في مبدأ الاعتراف بالآخر. إن حقوق الإنسان ليس حكرا على مجموعات بعينها، إنما هي لكافة مكونات المجتمع على اختلاف أعراقها وانتماءاتها الدينية والقومية مهما قل عددها، بالرغم من كل القرارات الدولية التي تهدف إلى المساواة والاندماج الاجتماعي، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة وتعاني منها الأقليات القومية والدينية على وجه التحديد في سوريا. سيد الرئيس، يجب العمل على رفع المستويات الدعم والرعاية والتوعية لكل المجتمعات مهما تباينت انتماءاتها وأعدادها. تعاني المجتمعات التي تفتقر إلى المساواة من مشاكل صحية وتعليمية واجتماعية، منها ارتفاع أعداد نزلاء السجون وتصاعد مناسيب الجهل الذي يولد العنف والرفض الآخر والضعف الحراك الاجتماعي وتقويض أواصر التماسك بين فئات المجتمع الواحد، مما يهيئ البيئة المولدة للنزاعات. سيد الرئيس، إن كل التحديات والمخاطر آنفة الذكر قائمة في شمال سوريا، حيث يتعرض الأكراد للعديد من انتهاكات واغتصاب الحقوق والتهميش من قبل السلطة الحاكمة والنزاع الأطراف المسلحة فيما بينها والمجموعات الإسلامية الراديكالية. يضاف إلى كل هذا التواجد لآلاف السجناء المقاتلين ضمن صفوف الداعش الأجانب ومعسكرات العوائل الإرهابية داعش الأجانب والقصف التركي المستمر مع قطع المياه الدائم والكهرباء، بحيث سيد الرئيس لا يوجد في شمال سوريا كلها مستشفى ولا مدرسة قائمة في مبنى حقيقي كما هو معروف في العالم. لذا يتوجب على المجتمع الدولي أن يقف بكل طاقاته بوجه هذه التحديات التي تهدد وجود الملايين من سكان هذه المنطقة والذين يعانون من الإبادة بإيقاع بطيء. شكرا لإصغائكم. Thank you. شكرا.